الشيش طاووق او الكباب او كباب اللحمه جميل قوي يا جماعه وسهل جدا، وهتعمليه في اي عزومه او هتعملي ولادك. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معايا كده حبيتين بصل، حبيتين طماطم، معايا بقى فلفل الوان المتاح عندك، اي فلفل. طبعا هضرب ده كله في الكبه ضرب جامد يا جماعه لحد ما اطلع الميه اللي في قلب الخضار والطماطم والبصل. تمام كده. هبدأ بس اصفي كده بالمصفى. ما ترميش بقى البصل ولا الطماطم اللي طلعت منه ده. حط عليها بس فلفل وملح وعناها في الفريزر اللي بتبل بقى فراخ في اي وقت تاني. تمام. طبعا انا بعد ما صفيت الميه احط بقى كبوبه ثاني، بهارات لحمه، بابريكا مدخنه، فلفل، كزبره ناشفه، شطه، البهارات اللي كلنا عارفينها. حطيت ربع كوباية زيت، حطيت ربع كوباية خل، بحط معلقة عسل نحل ومكعب مرقة دجاج وحطيت معلقتين صويا صوص. تمام. يبقى زبادي، ربع كوباية خل، ربع كوباية زيت، مكعب مرقة دجاج، معلقتين صويا صوص، معلقة عسل نحل عشان تسوي معاكي اللحم. طبعا التتبيلة ديت المفروض انت هتعمليها الأحسن والأفضل قبلها بليلة، بس أنا كنت مستعجلة فسيبتها بس في التتبيلة ساعتين. تمام. جبت بقى خلات الشيش طاووق الكبيرة دي، بلتها في المية شوية عشان ما تتحرقش معايا، وقطعت بصل عادي خالص و... وميكس فلفل بقى ألوان على فلفل أخضر عادي. هبدأ احط بقى بصل وفلفل وكم قطعة لحمة كده. طبعا انا مقطع اللحمة مكعبات. تمام يا جماعة. سهلة وسريعة وتغيير في الاكل والتوابل اللي انا قلتلك عليها. والله يعني كفاية الطعم، تحس ان انت كده بتاكلي اكل من بره، اكل جايلك من مطعم. جميلة قوي قوي وكفاية الالوان الخضار بتاعتها، هتعجبك جدا ان شاء الله. هبدأ كده احط زيت، لو في متاح عندك زبدة حط زبدة مع الزيت لانها بتبقى خفيفة جدا في الاكل. هبدأ احمر بقى ايه الشيش طاووق ده. هما عامة ساعات بيقولوا شيش طاووق كباب، بس عشان انا عاملاه باللحمة. قبل كده كنت عامله لكم فيديو بالفراخ، بس جميل قوي قوي يا جماعة باللحمة والله ما شاء الله. طبعا انا بقى معليه النار دلوقتي، انا هحمر الشيش على الناحيتين. هديله لازم احمره من ناحيتين كويس قوي قوي، وكل ما بحمر برفعه بقى فوق بعضه عشان بس الجريلا ايه. بعد كده بقى احطه على بعضه بعد ما حمرته كويس قوي من ناحيتين. التتبيله بقى اللي انا كنت متبله فيها اللحمه اوعي ترميها، ده اللي هتسقي بها الصوص عشان تسوي بها اللحمه. سقيت اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا ما خدش مني 20 دقيقه، مش بياخد منك اي حاجه. وهديت عليه بقى النار نص نص، كان بدأ يستوى معايا. قطعت كده شبت وكزبره وعشان بس احط فوق اللحمه. جميل. وعملت رز كبسه. والله يا جماعه الاكله دي جميله وخفيفه جدا جدا في الصيف. ويا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد في مطبخ ام عمر. مع السلامه.